الو. ايوه يا جوني. طمني وصلت ولا ايه؟ طب زين لسات امك محجر راسها تسافر امريكا؟ طيب براحتها. طب بقول لك ايه، لما تطمن انها اخذت الطياره وسافرت وانت طالع من مطار القاهره الدولي، قبل ما تطلع عاوزك تدخل لنا السوق الحره شوي. انا مش بتاع الحاجات ديات. عاوزك تجيب لي شوكولاته. واحده مثلثات والثانيه مدور. توبليرون وفريرو كروشيه. ايوه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني لازم تكون انت جاي من السفر. انت مش امريكاني ياك. طب ما تعمل نفسك جاي من السفر. اتصرف عم، ما تبقاش حي الطري. يلا يا السلام عليكم. السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام ورحمة الله. عامل ايه؟ الحمد لله. واخونا النعيم عامل ايه؟ لساته نايم. ايه ده يا عم؟ ده كده في حاجة مش مظبوطة. ده الراجل ده بقاله اسبوع نايم لحد دلوقتي. طب ما تشوفوه يا جدعان ولا تطمنوا عليه ولا اي حاجة. ما تخافش، ليلاتي بنقصوا له النبض والسكر والضغط عشان نطمن انه لسه نايم ما ماتش. طب ربنا ينتهى بالسلامة. طب بقول لك ايه يا كبير، فكك منه. انا لسه جاي من الترعة هفتين. ما تنده لنا على الابله هديه تعمل لنا لقمه هنيه. ابلتك هديه مش هنا، عملت الوكل وراحت تشوف ابوها تعبان، راحت ترعاه. يلا ربنا ينتهى بالسلامه هو وراخ. ايه ده يا كبير؟ انا في فيلم ولا في حلم؟ مش اللي نزل دوت النعيم؟ بس يا لا يكون ماشي وهو نايم. طب ما نغزه ولا نحتفه بطقطقه ولا حاجه عشان نتاكل. صباح الخير يا اخوان، كيف الحال؟ الحمد لله على السلامه. كفاره يا راجل. صباح الخير ايه يا عم؟ كل سنه وانتم طيبين. الله يعافيك يا حلزقون يا اخوي. حلزقون؟ تصدق احلى من حزلقوم. ايه يا ريس؟ ايه؟ قاعد بعيد عنا ليه؟ ما تجي هنا جارنا. والله المشوار بعيد يا اخي، دارين تجوا تقعدوا معايا تعالوا. هو المشوار بعيد؟ احنا في صالة الدوار واحنا في صالة المغطاة ولا في الاستاد؟ انت بتستهون المشوار من الكرسي ده للكرسي ده؟ يا اخي خلاص الواحد كبر ما بقى يستحمل المشاوير دي. جاي من السفر تعبان. تعبان ايه؟ انت جيلك اسبوع نايم فوق. اسبوع واحد بس؟ والله يا اخي من ساعة المرأة ما ماتت والواحد ما بقى يقدر ينوم زي زمان. كل زول لي زوجة بتاعه الا انا ما عندي مرة. ليه بس كده بس كده بس؟ ليه بس كده بس كده بس؟ عليك الله يا زول، شوف العفريت ده شنو ده يا زول؟ جبتها من وين دي؟ من النت. على فكرة أنا عارف الرقصة بتاعتها أوري لك. بس يا الله يوقف نموك. اسمع يا انت، اسمع يا ود الناس. انت دلوقتي جيت لنا هنا من اسبوع فات، قلت لنا انك اخونا كيف ومن فين؟ اخوكم ود ابوكم. ايه ده؟ وانا اي حد معدي كده على القهوه يقول لي انا اخوك ود ابوك اصدقه ولا ايه؟ انا هسه ما وريتك جوازي؟ خلاص نسيت؟ عادي، ساعة زمن اروح اجيب لك جواز سفر يثبت اني يوناني، ولا بطاقة شخصية تثبت اني ولد رئيس كوريا الجنوبية. ايه دليلك انك اخونا؟ بلاش دي. ابوي يعرف امك كيف. لا حول ولا قوة الا بالله. روق يا زول، انا هسه بوريك اي حاجة. تفضل احكي. بدي احكي. بجد راجيني احكي؟ مش انت اللي قلت هتحكي؟ خلاص بس اول شيء ناكلوا لقمة لاننا جعان لاسبوع. الاكل هناك، تفضل الطفلح. يا الله. يا سلام يا سلام على الرز المصري الجميل بالشعرية الجميلة والجداد المحمر الجميل والملوخية المصرية بطشتها الجميلة وده شنو؟ مخلل. أو المخلل الجميل بما فيه من جزر جميل وزيتون أخضر جميل وبصح جميل. أيوه وقعدة جميلة وسفرة جميلة وبلد جميلة ما تصفض يا بتاعتها يا كبير. الله، أنا راجل يفرفش وينبسط. الله لحد ميتة يا حزلقوم، لحد ميتة.
انا الود ودي اسمع الحكاوه دي قبل وقفه عرفه. اصبر يا اخوي، صبرات روابح، هسه بوريك. يا سلام، والله الاكل ذا الواحد يقطع اصبعه فيه. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. عزلقوم، في ايه؟ انت تركب على الموجه؟ اسمعوني انت الجوز، قسما بالله انا الاورطي، خبر الاورطي على همزايه ويطرشق. اصطفت بيده وخشوا في الموضوع. لا حول ولا قوة الا بالله. انت في شنو يا اخي المعاملة الصعبة دي؟ انت مالك اخلاق بقت ضيقة؟ خلاص بقى يا كبير، اهدى بقى الله. يعني الراجل برضك ضيف عندنا. معلش يا نعيم يا اخويا، احنا بس يعني عدم لا مؤاخذة عايزين نعرف يعني تقريبا يعني انت ناوي تخلص اكل كمان قد ايه؟ علشان يعني لو واحد بس يقدر يخطف ساعتين ينام ولا حاجة. خلاص يا اخوي، الواحد نفسه تصدق. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. احكي لنا ايه الموضوع؟ خلاص يا اخوي، اول شيء نشرب الشاي الجميل عشان نتكيف. طب ايه قولك اجيب الشومه الجميله ها وانقح راسك وافتحها نصين جمال. تعال تعال طقني، والله اطقك طقه للصباح ما تقوم. ما تصلوا على النبي يا رجاله، لا اله الا الله، ده شيطان داخل ما بيننا. خلاص يا عم، لا انت تطجه ولا انت تشقه ولا انت هتلطه. حلقه. ما علينا يا عم، خلاص يا عم النعيم، اعتبر الموضوع ده عندي ماشي. وان كان على الشاي انا هروح القمهولك بايديا، بس بشرط تحكي الحدوته وانت بتشرب الشاي ماشي. خلاص يا اخوي، اوعدك وانا بشرب الشاي احكي لك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت زول على نياتك، زول سمح طيب، مو زي الشوم ده يديك العده. الحق يا كبير، هيديك في العده. تدي مين في العده يعني؟ قسما بالله اديك في العشه. يا مغفل، انا ما قلت لك اديك في العده، انا قلت لك ديك العده. ده مثل عندنا. ما مقصود بها ايه دي؟ ما انا لو قاعد اوريك للصباح ما بتفهم، لانك مخ الرقبه. ايه؟ مخ الرقبه. اقتلوا اقتلوا. صلي على النبي يا كبير، اهدى بس. مش يمكن تطلع مخ الرقبه دي حاجه حلوه؟ انا عن نفسي ملمسه معايا في قرعون، عارفه بتاع نينجا تيرتس، بس هو ما كانش مخ رقبه، هو كان مخ معده. عارف عايز تغيظه؟ قول له يا مخ المعده وانا اقول له يا مخ الكبده. يا سلام يا سلام، الشاي المصري الجميل. خلاص يا اخوي، انا على الشيطان يا اخي، الضيق خليه، انا هسه بوريك. كانت قصه رومانسيه يحكوا بها العشاق زي روميو وجوليت، غيث وليلى، عنتر وعبله، كلها عطف وحب وحنان. بتفكك يا اخي من الناس دي كلاتها، ركز في ابويا وامك تقابلوا فين؟ الهرم. ها؟ مو الهرم ذاته، شارع الهرم، ديسكو افريكانا بعد شارع العريش وانت ماشي على المريطيه. عارفه اللي ما بين سان وينجز وواحد فرعون. هاي الله يفتح عليك. بس كان يوم جميل، الموسيقى كانت جميله والناس كلها كانت فرحانه، وامي كانت هناك هي واصحابها وكانت جعانه، وفجاه شاورت للجرسون، الجرسون مشى ليها قال لها دايرين شنو؟ قالت له دايره سلطه خضراء، سلطه اسود وباميه. بامية ايه اللي هياكلوها في الديسكو؟ بامية ايه؟ وانا مالي تحكي لي امك كانت ايه من 33 سنه؟ ما تخش في الموضوع يا كويس يا اخي كويس، انا بوريك. المهم بدأوا ياكلوا، فجأة امي لقت ابوي الكبير قوي داخل عليها، قال لها ترقصي معي؟ قامت رقصت معاه، حبوا بعض من اول رقصه وجري على المأذون. الله، دي قصه رومانسيه قوي. هي فين الرومانسيه يا هاتير انت؟ هي كده القصه؟ جري على المأذون؟ يا زول بقول لك حبوا بعض من اول رقصه، حب شديد، وبصراحه كتروا في الشراب شوي. عزيز القوم،
بقول لك ايه، انا شمم ريحه نصبايه، الواد ده نصاب وعم يرمي بلا. ينصب ايه يا عم؟ ده اللي قاله ده تصرفات ابوك بالملي على فكره. ابوك بيعمل ايه؟ يسكر، يتجوز، يحبق، ويلقى نفسه مربوط في ورطه عيال. بقول لك ايه يا دي انت، انا الكلام ده شايفه كله هبل، ما ياكلش معايا من الاخر. ايه اللي يثبت انك اخونا؟ الكلام ده كله فاضي. ابويا الكبير قوي قبال ما يخلينا كتب لي جميع شركاته في اوروبا عشان يضمن لي مستقبلي. لو انا ما ابنه ما كان يعمل كده، مو بصح؟ وانا جاي اديكم حقكم في ورثه ابوي عشان انا ما برضى الظلم. ولا نرضى بالظلم، ولا اي حد من اولاد الكبير يرضى بالظلم. لعلمك انت كده ولدك كبير طبعا. امال ايه؟ انا من ساعه ما انت جيت وانا قلت عليك اخوي وولدك كبير. صح يا حزلقوم؟ لا يا عم، انت يا عم من شويه كنت بتقول لي انه نصاب يا عم وجاي يرمي بلا. يا ابن الصرمه، انا ما قصديش عليه هو، انا قصدي على جوني. انا اصلا شاكك في جوني من زمان. حتى شوف تقول فوله وقص بنت صغير انه هو. شوف والله يا اخوي شبه شديد، اللي ما بلقى شبهه والله قبحه. شرفت دارك ومطرحك. اللي هو تقريبا نعيم يعني الورث ده قد ايه؟ يعني ورشة سيارات في المانيا، مصنع احذيه في انجلترا، وشركه ادويه في تركيا. اللهم صل على النبي. وهو طب عدم لا مؤاخذه، يعني الحاجات دي شغاله؟ والله عملت اتصالاتي الحمد لله كلها شغاله، بس معي ورق شركه ادويه بتاعت تركيا، رايح اصفي الشركه دي واخذ قروش زينه، بس قلت يعني اقعد عندكم شويه استريح. نورت دارك ومطرحك بقول لك. طب وبالنسبه لاوراق الشركات الثانيه جبتهم معاك صح؟ لا في السودان. ليه جبتهم معك في السودان ليه؟ والله يا اخي ما بحب امشي وشايل حاجات كثيره معاي، اخلي شنو واشيل شنو، والله الفايل قدر ده. طب انا جاتني فكره، اسمع. انت تجيب لي الورق، اعطيني الورق بتاع شركه الادويه بتاع تركيا، ماشي؟ وانا اخذ الورق ده واطلع لتركيا، تكون انت ايه رحت السودان، جيب بقيه الورق، اكون انا صفيت الشركه هناك وجبت القرشينات واجي لك على السودان طوالي، اديك نصيبك واخذ بقيه الورق وابرم اجيب الفلوس من كل حته. والله يا زول انا ما داري اتعبك يا اخي، ولا تعب ولا حاجه، تعبك راحه، اتعبني. تبقى ريحتني راحه شديده. يا اخي راحتك دي حاجه يعني مهمه عندنا، امال ايه؟ اخونا وبيتك ومطرحك. الله يخليك، بس يعني يبقى جيت في ايه وسافرت في ايه؟ جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه؟ بس يا خالتي سماسم، بس يا بن بكشر، بس يا وليله ديك على بوزك. بقول لك ايه، انا جاتني فكره، ما تطلع تكوع لك هبابه فوق، شكلك هفتان. اطلع انت، بس قبل ما تطلع سيب لي ورق تركيا بص عليه بصه، لانه احتمال كبير نطلع انا وانت مشوار بكره للمطار. انت تطلع على السودان تجيب بقيه الورق، وانا اطلع على تركيا طوالي. وش كده يا كبير بالسرعه دي؟ خير البر عاجله، توكلنا على الله. يا كبير يا كبير يا كبير، تعال هنا يا حيوان، تعال. ايه داخل كده على بلا وشك من غير لا يحم ولا كستور؟ ايه بيت ابوك هو؟ خير يا سيدوني، عاوز ايه؟ قوم. ايه الطبقيه اللي انت فيها دي يا سيدوني؟ طبقيه؟ ايه دي برد زي الصدفيه؟ طبقيه يعني كل واحد بياكل في طبق لوحده، ما بناكلش مع بعضينا في طبق واحد. ليه؟ انت قصدك عنصريه. اوكي اقعد، انا مش عنصري، اقعد. كنت داخل بقى معلي صوتك عايز ايه؟ يعني عمال اقول يا كبير يا كبير يا كبير وطالع على فوق، يعني طالع ارمي نفسي من فوق؟ لا بص، احنا مش صحاب وهنروش مع بعض، اتكلم عدل، لا اقلع الجزمه ديك على بوسك. ماشي خلاص. وبعدين انت دخلتك كده، انت متخيل يعني هتخش على الكبير كده عادي كده؟ افرض يا اخي قلع ملط، افرض بيلعب يوجا، افرض اي حاجه، الكبير لو دخلت عليه كده ممكن يضربك بالنار عادي. ما تقفرش يا سيدوني، ايه تخني بالنار دي؟ ماليش اهل انا ولا ايه؟ بعدين يعني هو الكبير كبيره هيديني كفين على وشي ويهزجني ويقول لي يلا امشي هدرس؟ ما هو ياما عاملها قبل كده. طب وانت ليه تهزق نفسك؟ يعني ما تقول لي وانا اقول له. استغفر الله العظيم. لا بقول لك ما تتحمقش عليا، ما تتحمقش، ما تعصبنيش عليك يا ادرس. ماشي يا سيدوني، ممكن تنده لي الكبير؟ يو هابي ناو؟ الكبير مش موجود. ما انت لسه قايل ان هو عريان وبيلعب يودا. انا قلت كده؟ ايوه. انت متخلف، يلا انا ما قلتش كده، انا بقول لك
افرض اوبشن يعني اوبشن، افرض طلعت لقيته قلع ملط، افرض لقيته بيلعب يوجا، ما قلتش الاثنين على بعض، مفيش حد بيقلع ملط ويلعب يوجا. وممكن يكون فوق من ضمن الاوبشنات. لا ده مش اوبشن، الكبير مش موجود. طب هو راح فين عشان اروح له؟ راح تركيا. تركيا دي قبل نعيم الحلاج ولا بعديه؟ دي بعد سوريا كده وانت رايح طريق اليونان. مش في المزاريطه يعني؟ لا مش في المزاريط. طيب دي بيركبوا لها يا سيدوني؟ من مطار القاهره الدولي ان شاء الله تركب طياره. ما تهزرش يا سيدوني. لا مش بهزر، انت اللي متخلف. الكبير سافر طلع بلاد بره، هقول لك زي الافلام، سافر بلاد بره. سافر يكمل تعليم وياك. سافر يعمل ايه؟ انت تروش معايا؟ لا هنروش مع بعض. على النعمه الكبير ده بيستهبل. ولا انت مش مظبوط يالا، انت مش مظبوط، انت بتتعاطى حاجه. ايه؟ امال ايه فتحه الصدر الجامده دي؟ دراءه. لا ده مش جراءه، مش جراءه، ده برشام، وانا عارفه، ده ابو صليبه، عارف الايفكت ده. سيدوني انا ما بتعطاش الحاجات دي وانت خبر زين. طب اعمل ايه يا سيدوني؟ الكبير كان موعدني انه هيديني الاكس بوكس القديم بتاعه، وانا قلت للحد ده وهي ظبطت نفسيها خلاص. حاجه ايه عايزه اكسبوه؟ حاجه مين؟ امي. لا الحاجه الطيبه اللي هي الوقوره دي اللي لابسه اسود في اسود وطيبه كده وكبيره في السن، عايزه اكس بوكس؟ ايوه. لا ده مش ابو صليبه، ده صراصير. انت مصرصر يا. انت مستغرب ليه يا سيدوني؟ ما استغربش ازاي؟ عمال تقول خرافات وفجوله، يعني ما استغربش ازاي؟ طيب سايق عليك النبي، اطلع انت يا سيدوني هات لي الاكس بوكس. ما فيش حاجه بتطلع من باب الدوار من اجهزتي. اجهزتك ايه يا سيدوني؟ ده بتاع الكبير مش بتاعك. قول له بس هدرس، اطلع قول له هدرس عايز مش فوق، الكبير مش فوق. طب اطلع انت هات الاكس بوكس وقول له هدرس خد الاكس بوكس حسب الاتفاق. ماشي هقول لما يجي ان شاء الله. سايق عليك النبي يا سيدوني هات لي الاكس بوكس. والله العظيم امي بتموت واقفه على رجليها اليمين والناس قالوا لها ما فيش غير الاكس بوكس هو اللي هيشفيكي. اقف معايا يا سيدوني، ده ربنا بيقول اللي بيقف مع واحد في الدنيا ربنا بيقف معاه في الاخره. اعمل لاخرتك يا سيدوني. ثانيه واحده، هو تقريبا انت مش مسرسر ولا مبرشم خالص، تقريبا انت اصلا بس مش فاهم الجهاز اللي انت عايزه هو اسمه ايه، ملخبط. يعني يمكن قصدك كولدير ميه كصدقه جاريه وكده. لا انا قصدي الاكس بوكس. طب خليني اجيبها لك بطريقه تانية. الجهاز اللي انت مسميه اكس بوكس ده يعني اوصف لي بيعمل ايه؟ جهاز الاكس بوكس بتقف قدامه وبتتصور وبيقول لك انت عندك ايه. املاك؟ لا امراض. انت قصدك اكس رايز. وات ايفر يا سيدي. لا مش وات ايفر، الاكس راي حاجه والاكس بوكس حاجه تانية. لا هم حاجه واحده. لا مش حاجه واحده. لا حاجه واحده، الاكس بوكس والاكس ريز ده والاكس من والاكس لارج كلهم حاجه واحده، بس نطقها بيختلف من دوله لدوله. يعني اكيد اليابانيين ما بيقولوش اكس بوكس، بيقولوا اكس مثلا. لا انت بقيت مسخ وانا اللي عملته بايديا، انا اللي فتحتك على الثقافه وعلى العالم، وادي النتيجه يا متخلف. الاكس رايز ده جهاز اشعه بيصور لك العظم اذا كان مكسور او لا او كده، مش موجود الا في المستشفيات او في الوحدات الصحيه. هو ده اللي انا قلته يا سيدوني. وعموما انا رحت الوحده الصحيه والدكتور ربيع قال لي والله يا هدرس لو عندي اكس بوكس ما عزوش عليك، انا ما عنديش غير بلاي ستيشن 2. فسايق عليك النبي اطلع هات لي الاكس بوكس. مش اطلع بره يا هجرس. يا سيدوني امي بتموت يا سيدوني. بره يا سيدوني اعمل حاجه حلوه يا سيدوني. اوت. ايه البرود اللي انت فيه دي؟ بقول لك امي هتموت. اطلع هات الاكس بوكس. قلت ايه؟ ما بتحسش يا اخي؟ اعوذ بالله. لازم الواحد يعمل ثوره عشان مطالبه تتحقق. انت هتحس بينا. امي هتموت. امي يلا يا ابن يلا ابوك لابو امك. يا للي يا للي يا للي اسمر اللون يا للي، دول بيعايروني وقالوا لي يا اسمر اللون يا للي. صحيح انا اسمر وكل البيض بيحبوني يا للي، بفلوسي يا ولا راح اشهيص يا ولا، باليورو يا ولا، واخواتي يا ولا، ونفض يا ولا يا حبيبي يا آهي آه آهي آه 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 آه.
فكرت حالك هربت مني؟ انت قاطرني من بدري على كده. راح خليك تندم على اللي عملته. بس والله بيوتيفول. شارلي شابلن، يو نو شارلي شابلن، كوميديان بيج. شارلي شابلن؟ دقيقة واحدة، كأنه الكلام ما جايبش نتيجة. بسرعة بسرعة، اجت الشرطة. لك يلا لك يلا يا مجنون. اوه شيت، الكبير موبايله لسه مقفول. يا عم ما عرفنا يا عم انه مقفول، انت هتغنيها يا جندون دي 10 مرة تقولها. لا 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 الله. يعني انت مش عايز نقلق؟ بس انت محبكها قوي يا جنجون. ما هو احتمال الكبير يكون بس يعني بيعمل حاجة، مثلا بياخد شاور، بيقيل. مقيل او بياخد شاور بقاله 3 اشهر، 3 اشهر قافل موبايله. ما انت عارفه بيحب ياخد وقته في كل حاجة، ما بيحبش حد يزعجه. تلاقي بس يعني بيقرا جورنان، بيلعب كيمس. انت عبيط؟ عبيط ولا انا اللي اهبل؟ في حد يقعد 3 اشهر قاعد بيقرا مجلات في الحمام؟ يا ابني ده لو بينقل عربية زلط كان زمانه خلصها. لا لا لا، احنا بس اغلب معلوماتنا غلط. المعلومة الحياتية اليومية دي غلط. اساسا البني ادم طبيعي، لسه عارف المعلومة دي والله من كام يوم، الانسان الطبيعي المفروض ينام اصلا من 10 ل 12 ساعة في اليوم، مش 8 ساعات والكلام الفاضي ده. المفروض تخش الحمام 4 أو 5 مرات، مش مرة واحدة، والمرة بتقعد فيها مثلا 4 ساعات. لا يا راجل. امال ده في حاجات كمان ياما. عارف ما تفطر فول والحاجات ده ايه؟ غلط على القولون. الصح بقى يعني تفطر 3 رمانات بقشرهم على الريق، ده كويس قوي لعضلة اللثة. وبالليل قبل ما تنام تضرب 4 مجات بابونج. عارف البابونج؟ بابونج تضرب منه 4 مجات بالليل، 2 ساقعين و2 سخنين، والباقي بتاعهم تدلقه في طشت وتقلع وتقعد بقى تستريح فيه. ده كويس قوي لعضلة البروستات. انت جبت المعلومات القيمة دي منين؟ من النت. ايمن ابن احلام كراويه بيبعت لي رابط، بخش على الرابط بقوم داخلني على المتصفح بقى. دخلت على المتصفح اسمه انا مثقف. انت حمار. وايمن ابن احلام كراوي حمار كمان. يا ابني يا ابني حس على دمك. بقول لك الكبير بقاله 3 اشهر موبايله مقفول، اكيد حصلت له مصيبه. لا اله الا الله. انت يا عم هتقلقني ليه؟ انت لسه هتقلق يا حيوان؟ بقول لك 3 اشهر يا حيوان موبايله مقفول، حتى السفاره نفسها مش عارفه عنه حاجه. حزلقوم احنا لازم نتصرف. يا عم هنتصرف يا عم. لا اله الا الله، ما تتزربنش عليا بقى. هتصرف هتعمل ايه؟ هنزل له تركيا. هتعمل ايه هناك؟ هتمسك ميكروفون وتقول يا جماعه عيل تايه يا ولاد الحلال؟ لا طبعا، هقول راجل تايه يا ولاد الحلال. ده شنب وقد دماغك يا جنجون. انت بتهزر؟ بصراحه بحاول افكك، حاسك متنشن شويه. كالم داون جوني، كالم داون. انت عارف ايه اللي منعني اني ابطحك بحاجه في نافوخك؟ افتحها لك دلوقتي. اني مش عايز اخسر اخواتي الاتنين في يوم واحد. لازم نتصرف يا حزلقوم. فكر معايا، هنعمل ايه؟ هنزل تركيا واطلع على الشركه اللي احنا لينا فيها ورث دي. التقيته ما تلاقيتوش. ايه تلاقيته لقيته وعكسها ما لقيتوش. مفيش بقى اتلاقيته وتلاقاني وما تلاقي، مفيش كده. ماشي يا عم، تعالى يا عم الامريكاني يصلح عليا. لا اله الا الله. اسره لقيته ما تلاقيتوش. هطلع على ناس صحابي جامدين قوي. جامدين قوي يعني بيعملوا ايه يعني؟ ممكن يجيبوه؟ دول بالصلاه على النبي يطلعوا لك الشعره من كوم القش. انا مش فاهم، انت مطرمل يالا ولا ايه؟ مش فاهم كلامك كله غريب النهارده. ايه طلعوا الشعره من كوم؟ المثل غلط اساسا.
الشعره ما بتطلعش من كوم القش لان شبه القش، صفرة زيهم، يعني ممكن اي حد يديك اي حاجه يقول لك دي شعرايه وهي تبقى قشايه اصلا. الكلام ده لو انا امريكاني واخد بالك شعر اصفر يبقى شبه القش، انما لو مصري شعر اسود هعرفها. انت بالذات اخر واحد في الكون يتكلم عن لون الشعر يا برتقاني. ايوه انت برتقاني. بعدين اصلا اللي بتطلع من الشعرايه ما بتطلعش اصلا من القش، بتطلع من حاجه تانية طريه، المثل ده حاجه تانية. الشعرايه بتطلع من البيتزا، من الابل باي، حاجه فطيره، حاجه بتطلع من حاجه كده. انما اللي بتطلع من كوم القش مش هي، بتبقى ناشفه، حاجه ميتال، ميتاليكا، حاجه صلبه. nothing else matters. طفايه. يا ابني بقى يا ابني بقى، حاجه بص، عارف لما بتبقى وزنك زايد وتاكل جانك فود ولا حاجه وتيجي توطي مره واحده فبنطلونك يتفق معاك؟ اتفق معايا على مين؟ يتفتق. بتلزقه بايه بقى؟ انبوبه امير. استغفر الله العظيم يا رب. بص هما بيخدوها في مثل تاني برضو. اما تقابل واحد بقالك فتره طويله ما شفتوش بتقول له ايه؟ يا الدنيا جناح اليمامه. يا ابني ما تخرس يا ابني، خليني اخلص اللي بقوله. بتقول له الدنيا اصغر من خرمها بقى، من خرم البتاعه دي. ايه الرياكشن ده؟ احنا بنتكلم في ايه من اساسه؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، بتجرجرني معاك لفين؟ انت بتفرهد اي حد يتكلم معاك. بقول لك الراجل مش لاقيينه وشكله في مصيبه. لا 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 الله يا عم، ما خلاص يا عم قلت لك اعتبر الموضوع خلص. جنجون تاكل عويسيه؟ مش عايز. قريت برضك في المنتدى انها كويسه قوي لحلمه الودن. شو كان بدهم منك؟ كانوا عم يسألونا إذا في عنا تخت فاضي، بس قلت لهم إنه ما عنا. هذا الزلمة صار له 3 شهور بغيبوبة ولهلأ ما حدا إجا سأل عنه، وما في معه ورق يثبت شخصيته. لأيمتى بده يضل؟ في ناس بحاجة هذا المكان. أنت شو عم تحكي؟ بدك يانا نرميه بالطريق مثلاً؟ مو هاد قصدي، بس حالته صارت أحسن بكتير هلأ. ياخدوه على غرفة تانية. بس هي أوامر الدكتور، ما فينا نخالفها. انت شو عم تعمل؟ اهدى طول بالك. اهدى. بقول لا 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 اهدى. اتصلي بالنرجين بسرعة. انتم ملبسيني بالبدون ولا ايه؟ عم الحاج احنا متنا وبنتحاسب ولا ايه؟ اوعى يدك. ارجع على تختك لو سمحت. انا فين؟ لو سمحت. انا فين؟ اهدى شو الله يخليك. اوعى يدك. أحمد مين؟ أنت أحمد. أنا أحمد؟ اسمي أحمد؟ لا أنت شبه أحمد ابن أخويا تمام يا حبيبي يا أحمد. بقاله كتير قوي مسافر، 25 سنة ما شفتوش. عارف ما كانش يرضى ياكل الفاصوليا المطبوخة غير من إيديا. فاصوليا إيه؟ وأحمد مين؟ أنا مين؟ اهدى يا ابني اهدى يا ابني، انت حكايتك غريبة جدا، اغرب من حكاية فاطمة ويارا وحريم السلطان. لو سمعتها هتستغرب، هتتأثر زي جميلة ما تأثرت فيه على مر الزمان. فاكر القبطان علي؟ يا حاجة اهدي شوية، حرام عليك، انا ما خبرش حد من الاسامي دي كلها. ايه القصة اللي عايزة تقوليها لي؟ قصتي ايه هي؟ انت يا مسكين
لقوك مرمي في الشارع من 3 شهور سايح في دمك، ومن ساعة ما جابوك هنا وانت في غيبوبة. بس دي قصة عادية يعني، ممكن تحصل عادي. بقول لك ايه، ما تكبريش المواضيع. لما جبتونا على هنا عرفتوا اني مين؟ ما هو انت جيت وما معكش اي ورق يثبت شخصيتك، ومحدش سأل عليك، فكنا مستنيينك لما تفوق عشان نعرف انت مين. يا وجع مربربة، وديني فقت ولسه ما خبرش انا مين. واضح ان الضربة اللي انت خدتها على راسك كانت جامدة قوي، اثرت على الذاكرة بتاعتك. يعني انا لقيط؟ لا، لقيط دي بيقولوها على ولد صغير لقوه في الشارع زي مهند في العشق الممنوع. فاكر لما عمه خده يربيه بعد مامته وباباه ما ماتوا؟ فاكر؟ انت حكايتك زي مهند بالظبط. اسمع انت مهند، انا هسميك مهند. مهند؟ طب بغض النظر عن الهري ده، انا ملاحظ حاجه غريبه من ساعه ما فقت وانت لما كلمتيني بنفهم بعضينا نفس الكلام. اللي قبل كانوا بيكلموني كلام غريب ما فهمش منه حاجه. عشان انا بتكلم عربي كويس، انا اشتغلت في دبي 10 سنين واتعلمت عربي. زين، يعني انا عربي؟ مظبوط. امال الناس دي بتتكلم ايه؟ تركي. اشمعنى؟ عشان احنا في تركيا. يعني انا دلوقتي في تركيا وانا غريب ومعيش ورق وما بعرفش اتكلم تركي، ولو كنت اصغر شويه كان زماني بقيت لقيط. كان مستخبي لك كله فين ده؟ انت سميتيني ايه؟ مهند. يا مهند، كان مستخبي لك كله فين ده يا مهند؟ اهدى يا ابني، اهدى يا ابني. ماني قادر، ماني قادر. اهدى اهدى يا ابني، دلوقتي الدكتور يجي ويقول لنا حالتك بالظبط، ويمكن يلاقيها حاجه مؤقته. ماني قادر. تقبشي قلبي قبش، قولي لي يا حلوة شو بتحطي لشعرك ليصير حلو هيك؟ شكرا كتير لذوقك، خجلتني. تفضل. مستر حزلقوم تعال اتفضل. اهلا اهلا مستر غازي. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ انتوا ايه الحكايه؟ الكبير عدى عليا من 3 شهور وقال لي جهز لي العقود. جهزت العقود بتاعت فسخ الشركه اللي بيني وبينكم ولغايه دلوقتي ما جاش. ايه ده؟ هو ما جاش تاني من ساعتها ما ظهرش؟ لا، اخد 50,000 يورو وقال لي هاجي لك عشان امضي العقود ولغايه دلوقتي ما جاش. نهار اسود. انا عايز افهم دلوقتي، انتوا هتبيعوا لي نصيبكم في الشركه ولا لا؟ انا ورايا شغل كتير. يا عم شغل ايه يا عم دلوقتي ونصيب ايه؟ المهم هو الكبير وسلامته، لا اله الا الله. نارفين، بدي اياكي تقولي له انه حالته الجسديه كتير منيحه، بس في مشكله بالدماغ. على ما يبدو انه خسر كل ذاكرته، وبصراحه ما بنعرف اذا كانت رح ترجع مره تانية او لا. بيقول لك ايه؟ فضلي 3 ايام واموت؟ لا، ده بيقول انت حالتك كويسه جدا والذاكره هترجع لك، مش زي الاول، احسن من الاول، زي ما فريده رجعت لها ذاكرتها في سنوات الضياع. على فكره يعني ردود افعالك ما تطمنش. كتير ضروري يرتاح، وكمان لازم يصفي ذهنه مشان تضل حالته عم تتحسن، وفهميه انه الموضوع بده صبر. يلا انا صار لازم روح، بتمنى لك تتحسن بسرعة. هو بيسلم على الوداع الاخير؟ لا، ده بيقول انت هتبقى كويس جدا جدا والذاكره هترجع لك، بس يعني حكايه عايزه شويه وقت. قد ايه يعني؟ انا متى حاسب المستشفى دي؟ وانت هتخرج النهارده. صح صح. ايوه. ايه ده؟ انت زعلان ان انت هتخرج النهارده؟ لا، بس انا ما اعرفش هروح فين واجي منين. انا عندي لا مطرح ولا متوه. بس يلا يلا، ارض الله واسعه تعرفي، ربنا اكيد ما يهملنيش كده. طب اسمع، تعال عندي. اجي فين عندك؟
عندي في بيتي. لا يا ستي كتر خيرك. اسمع، بلاش الافلام العربي بتاعتك دي. انا عندي شقه باجرها مفروش، عاوزك تيجي تقعد فيها، لما تبقى تشتغل ادفع لي ايجارها. والله العظيم انا ما اعرف اقول لك ايه. انت جمالك مغرقاني، ربنا يا رب يكرمك. مهند، انا مش بعمل كده عشانك، انا بعمل كده عشان احمد. احمد مين؟ احمد ابن اخويا بتاع الفاصوليا ده. انا لما جبت له العجله مدام عارفين مدام عارفين. خلاص متشكرين. بقول لك ايه، يلا بينا يلا بينا. يلا. في مشكله. ايه؟ انا ما عنديش خلقات كل اللي حيلت البيبي دول ده. طب ولا يهمك، انا هتصرف لك. والله العظيم. ايوه. انا ما بتذكرش عندي ام ولا لا، ولا عشان انت خابره الذاكره راح. بس لو كان عندي ام ما اعتقدش تكون يعني في حنيتك. مهند، انا مش بعمل كده عشانك. بعمل كده عشان احمد. بتاع الفاصوليا؟ ايوه، ما كملتلكش بقى حكايه العجله. يلا بينا. طب يلا بينا. يلا بينا. سيلفي. حزلقوم. يوري كيفك يا يوري؟ يحرق حريشك، وينك؟ لقيت عليك يا زلمه. أنا آسف كتير كتير، أنا تأخرت عليك بس كان يوم كتير صعب. كان عنا صفقة سلاح وتفجير سيارتين، وقبل ما أجي لك كنت عم بخطف دبلوماسي. الشغل كتير كتير هاليومين. الله يعطيك من غامض علمه، بصراحة أنت زلمة معدل وبتستاهل كل خير. اللي شريك شو عملت من شان موضوع أخي؟ قلت لك لا تقلق، خلص اطمن. بتحب تشرب شي؟ تمر هندي أو عرق سوس. تمام. بس إذا بتريد هلا خلينا نرجع لموضوع أخي. بصراحة اللي عرفته إنه أخوك تورط بمشكلة كبيرة مع عصابة. هالكلام صار لما يوري إيه ده؟ يا دي النصيبة. يوري 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 يوري. لا 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 لا. بالراحة، طمني عليك. ماذا فعلت؟ قتلته؟ أنا ما أفعل شيئا. اللي قتلوا الراجل الحديدي دي كده والمصحف. اجري وراه اجري وراه. يوري يوري يوري، أنت منيح يا يوري؟ روق، شلك السيف. روق، بتحب اطلب لك ليمونادة تروق أعصابك؟ لك شو أنت أعمى؟ أنا عم موت. استنى وين رايح؟ معقول؟ انت غبي؟ جاي بدك تقتل ولابس هي البدلة، شلون بدك تهرب؟ أنا منبهر بغبائك. أكبسها لك بالبن؟ أنا بحبه فاتح، بس أيمن ابن أحلام ترى يا فاتح سايبر بيحبه غامق. أنا ما بحب القهوة، أنا عم موت. اسمعني منيح. شو؟ خذ هذا الخاتم واعطيه لساشا. أعطي الخاتم لساشا؟ ايه. قديش كيوت هالخاتم، راح آخده لإلي ونحلق له لساشا. لا 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 لا، أعطيه لساشا. لا أنا حبيته، لا تقلق. أنا باخد الخاتم وبعزم ساشا على بسبوسة، وبعدين ساشا إيدك اليمين راح تعطيه شقفة خاتم بس حيقول عليك نتن. أنا عم أقول لك أعطي الخاتم لساشا. راح اخده، مات الكلام. وبعدين مو وقت هالحكي، هلا ادعي لربك ليغفر لك البلاوي اللي عاملها بحياتك. انت لازم تموت بس من شان غبائك. يا غبي لساشا. معقول انت؟ لك شو ساشا ما ساشا، حاج تناقش. خلاص راح اخده، يلا ارقد بسلام. ارقد ولا يوري يوري.
هذا الذي ترتديه في يدك؟ ها؟ مين اللي اداك الخاتم ده يا؟ يوري. هو اللي اداهولك؟ قال لي الخاتم ده امانه في رقبتك ليوم الدين، وقال لي بالنسبه لساشا افتكره بشهريه. ليك؟ الشهريه؟ الخاتم. الخاتم ليا والشهريه ليك. انت بتكذب؟ لا. ايه؟ اعطيني يدك. ده بتاعي يا عم. اعطيني يدك. هنيئا لك سيد حزلقوم، أنت الآن مكان مستر يوري، أنت زعيمنا. يا صلاة العيد، يعني أنا دلوقتي بقيت في مقام باباك الروحي؟ للأسف. أربو أدمول الولاء لزعيمنا الجديد. ولد اسمه عمر باللغة التركية تبقى زلمة اسمه عمر. بنت اسمها أمل باللغة التركية تبقى صبية اسمها أمل. مش ممكن على الدوشة دي، الناس ما بتحسش. عامل ايه واخبارك ايه؟ طمني عليك. باللغة التركية تبقى كيفك؟ شو في ما في؟ ان شاء الله منيح. أنا كويس وكيف البومبا. باللغة التركية تبقى أنا حديد مثل الحصان. ارمي يد اللي في يدك ده. زت اللي بيدك ولا؟ والله العظيم خجر الصوت. شفتوا ريق الله ينشف ريقكم. اشرب كيف الدقيقة دي. داني خسيت بسببها، لا عارف اكل ولا اشرب. اوه اكيد شكلي الاصلي ما كانش كده، لا يمكن. ايوه هي الخلقه دي اللي خبرها زين، كانه هو ده الشكل الحقيقي. ولا ده العفريت بتاع علاء الدين؟ لا التاني بيبقى ازرق وقالع ملط. يا جماعة مسختوها، الموضوع ده ما عادش ينفع يتسكت عليه. يا اهل الله اللي هنا، يا اهل الله يا جماعه، ما ينفعش كده، دوشه عاليه. ان حريتك تنتهي عند حريه الاخرين. تعال الخواجات وفاهمين في الوصول برضه. بوبو
حقيقي. وهي الصورة المهببة دي شقة الشيطان دي ولا ايه؟ كانوا الناس اللي ساكنين هنا عبدة شيطان سيرتنكس والعياذ بالله. انت يا بنت، انت يا مجنون، انت اقدر تموتي كافره يا بنت عقلي. انا ايه اللي بقول دي؟ ما اكيد ما فهمنيش. دقيقه دقيقه دقيقه، انت يا حرمه جاي بلا جنان بلا ما تبلينا فيكي. انت بتقول ايه يا اهبل؟ انت انا بتكلم عربي احسن منك. والله العظيم. طب ايه يا بنت؟ ايه هتموتي كافره ليه؟ ما تفكيها كده وانزلي من هنا. وانت مالك؟ ايه السخافه دي؟ لا مالي طبعا، انا مش ممكن اسيبك تموتي روحك كده. وهتمنعني ازاي بقى؟ امنعك ان شاء الله بالقوه. طب جرب كده وقرب مني وانا هرمي نفسي على طول. خلاص اهدي بس يا بنت الناس، اهدي. ده كل مشكله وليها حل. ايه اللي مشكلتي انا بقى؟ حلها الوحيد اني اموت. فهمت كمبيالات صح؟ كمبيالات جايبه لاهلك العار. كنت مرافقه قبطان روسي وعمل معك السليمه ودلوك انتحام. محلوله برضك محلوله. احنا ممكن نجوزوك لاي واحد اهبل يلبس هو العيل ويدفع الكمبيالات بالمره. يعني محلوله. يعني امال عرفتي مشكلتي هنا؟ أنا مثلا صحيت في مرة من النوم ولا عرفت أنا مين ولا جاي منين ولا طب احكي لي قصة حياتك من فضلك لو سمحت. بعد إذنك اتفضل اطلع بره. ما بدهاش عاد. أقول لك إيه؟ قسما بالله لو ما رجعت على اللي في دماغك ده لكون رامي نفسي. رامي نفسي. ما تولع بجاز ولا تنتحر ولا تعمل اللي انت عايزه. انا اعرفك اصلا. لا ده انت سخيفه. بقول لك يا بت نطي يا سخيفه، نطي خلي السخف ينقص واحد. هتنطي يا بت ولا نطي كني؟ حرام عليك يا اخي، فصلتني. مش ده الموضوع اللي كان نفسي اموت فيه. تشرب حاجه؟ ايه؟ تشرب حاجه؟ اشرب. ماشي. ايه الوله المهبوله دي؟ يعني انت مش فاكر اي حاجه خالص؟ ميح يعني؟ ولا اي حاجه، ولا اسمي ولا اصلي منين ولا جيت كيف ولا اي حاجه. بس هي ست نرفين كانت بتقول لي انني اصلي عربي. ايوه طبعا عشان لغتك، بس انت اكيد مش مصري يا معلم. اشمعنى يعني؟ عشان انا امي مصريه. بص انت الاكسنت بتاعتك قريبه من المصري، الطريقه يعني بتاعت الكلام، بس انت عندك مصطلحات غريبه، يعني كيف واقول لي واقول لك ونقول لبعضينا. يعني لا مش مصري خالص. والله ده خبر زين، يعني قدامي كده 23 بلد عربي ادور فيهم. هو انت اسمك ايه صحيح؟ انا ما اعرفش اسمك. مهند. اسمي مهند، ده اسم اخترته لي ست نرفين. دي ست نرفين شكلها معجبه بيك بقى. ماشيه معاك حلاوه يا بت. نرفين دي قد امي. لا هي بس قبل ما تقول كده دماغها ملحوسه بالمسلسلات التركي، فهي قالت لي في شخصيه كده في مسلسل اسمها مهند وشبه الخالق الناطق. طب وانت هتعمل ايه كده مهند بقى وانت فاقد الاهليه وهوبلس وهوملس ومفلس يا ولي ايه اللي بتقول ده؟ ايه الدبش اللي عم حد فيه ده؟ المراف السعد. انا كيف ما بيقول لك ده، يعني كان امي كانت عيالي ان ربنا يوقف لي اولاد الحلال، فالست نرفين ربنا يكرمها يعني دبرت لي سكنه وكلمت لي واحد معرفه يشوف لي شغلانه عندي ومفروض اروح اقابله بكره. انت هتشتغل من غير ورق؟ ده كده illegal، ده ممكن يقبضوا عليك ويحبسوك، ده كمان لو حكموا عليك حكم مشدد ممكن يعدموك. ايه السواد اللي انت فيه ده؟ انت ليه سودة من جوا يا بنت انت؟ في حد يفول على حد كده في وشه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا مؤاخذه، يعني في سؤال كنت عايز اساله لك من ساعه ما شفتك. اتفضل.
وانت كنت سهرانه في عيد ميلاد امبارح ونسيتي تستحمي؟ لا طبعا، ليه بقى؟ خبر البتاع اللي بيعملوك ده هم فرقع مطلع الوان. في 2 في شارك. لا ده هايلايتس انا اللي عاملاهم. ده شيء مقصود يعني. طبعا. هم مش عاجبينك؟ لا فكك خلاص. لا مش عاجبينك. فكك. هو انت كنت عايزه تنتحري ليه؟ يعني عارف موضوع الترانسميجريشن ده، كنت عايزه اجرب هيوديني فين. لا حول ولا قوه الا بالله. وده ملهوش علاج واصل في تركيا. طب جربي حطي لحسه كلكم. علاج ايه يا مهند؟ بص، الترانسميجريشن ده يعني تناسخ الارواح. سلام قولا من رب الرحيم. انت ملبوسه يا بت ولا ايه؟ ما تشوفي لك شيخ يطلع البلا الازرق اللي على جتتك ده. ملبوسه ايه يا مهند؟ بص، تناسخ الارواح ده نظريه بتقول ان روحك قبل ما تستقر في جسمك كانت في اجسام تانية كتير. يعني ممكن تكون كانت في نبات، في حيوان، في انسان زي وزيك كده. وانا بصراحه عايزه اغير جسمي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه الافكار المهببه دي يا بت؟ يعني استغفر ربك الواحد، الله الواحد، استغفريه كده عشان بس يتوب عليكي. ايه اللي بتقوليه ده؟ هتسيبي جسمك وتروحي فين يا بت؟ هي شقه ومأجراها. بصراحه يا مهند انا محتاره. ساعات ببقى نفسي ابقى افعل جرس او كوبرا بيس، وساعات تانية ابقى نفسي ابقى سمكة تونة او شجرة موز. مش عارفة، هو انت نفسك تبقى ايه؟ انا طول عمري كان نفسي ابقى مدير فرع كنتاكي او ماكدونالدز. بقول لك ايه، انا خبر زين ان قعدتي معاك هنا مش زينه ومش صح. انك يعني واحده عزبه وقاعده لحالك، وانا صراحه خايف يعني اقوم امشي من هنا طق في دماغك وترمي نفسك بالبلكونه مره ثانيه. لا مهند دون وري، الموضوع ده ما بيلحش عليا كتير. هو كده بس بيسيطر عليا على فترات وببقى عايزه اعملها. ايه اللي تعمليها دي؟ ان انتحر. هو الموضوع ده حصل قبل سابق؟ طبعا كتير. دي تقريبا المره ال27 ال29. بص I don't remember exactly. طيب استاذن انا عاد. لا بالحق انا دي لي ساعه بتكلم معك وما خبرش اسمك ايه. اسمك ايه؟ خشناف. خشناف. ويطلع ايه الخشناف ده؟ ده اسم ليه معنى جميل قوي يا مهند. معناه الأرملة القعيدة شاحبة الوجه المتشحة بالسواد الحالك. المرأة العبيطة المتشحة بالسندباد الملح ده باين انه هيبقى مرار كالح. صباح الخير يا سيشة. اهلا 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 سيد حزلقوم، تفضل. ميرسي. ايه بقى عاوزني اقعد فين؟ تفضل سيد حزلقوم، اجلس على كرسي البص. بص ايه يا عم، انت مجنون؟ مش انا الجود فازر؟ انت كل شويه باسم بص ولا جود فازر ولا ايه؟ عجبا لكم ايها المصريون، لا تفرقون بين الجاد فازر والبوس مهما اتفرجتوا على MBC 2 او فوكس موفيز، مفيش فايده. لا بقول لك ايه، ما تزيدش وما تعيش، ماشي؟ انا معديها لك بمزاجي. اساسا جود فازر مش معناها البابا الروحي، اصلا ترجمتها غلط. بحثت وشفت بنفسي. فازر يعني بابا، انما جود مش معناها روحي. جود يعني جيد. انا المس اشجان واحنا في ثانوي كانت بتقول لي جود بوي، يعني ولد جيد. بص هي قالت لي ان في قاعده ثلاثيه للحكايه دي عشان ما تنساهاش خالص. الله يمسيكي بالخير يا مس اشجان. جود بيتر بيست. جود يعني جيد، بيتر اجيد، بيست اجيد حاجه بقى، ماشي؟ القاعده الثلاثيه ده ايه؟ عايزك تحطها حلمه في ودنك. ارى انك جيد في اللغه الانجليزيه. انت كنت عايش بره قبل كده؟ هل ترعرعت في انجلترا؟ لا ترعرعت في عابدين، بس ما بحبش اتكلم عن نفسي. ما يشكرش في نفسه الا ابليس. انت كل الدنيا، انت الجاد فازر، انت البوس، انت كل حاجه. وانت برنس.
ممكن تقعد بقى علشان نبدأ شغلنا؟ اقعد فين؟ على كرسي البوس. هون. ده اتفضل. ماشي. بقول لك يا ساشا، هما مين الناس دول؟ دول بيشتغلوا عندك. يعني يعني دول واقفين مستنيين اوامرك تقول لهم على اي حاجه يعملوها. يا عم الامر لله يا عم، الامر لله. يعني لو قلت لهم اي حاجه يعملوها؟ ايوه اي حاجه. اي حاجه. طب لما مؤاخذة ثانيه واحده. بص، من اول الشارع كده عايز علبتين بلمونت عشان خرمان، ماشي؟ علبتين سجاير بلمونت، وعايز كبريت بوكس، ما تجيبش المشت لانه لما بيتحط في الجيب وعرقت فيه يزفلط، تيجي تعمل كده يزفلط، ولو ما زفلطش بيقوم عارف الزهره بتاعت الولعه تقوم نطره في وش اللي قدامك، ماشي؟ اللي اقول لك يلا هات ولاعه سخان، انا بقى معايا فلوس دلوقتي. روح 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 خلاص. سيد حزلقوم ده المحامي، ما بيجيبش سجاير. محامي؟ ايوه. بس بصراحه شكله اوفيس بوي خالص. طيب خلاص، انا هجيب لك كل اللي انت عايزه. عايز ايه؟ عايز سجاير؟ بلمونت. وعايز ولاعه سخان؟ عليها صوره لعيب. حاضر. اجيب لك بالباقي البان؟ شكل نعناع، ولو ما لقيتش هات لي اللي هو بثلاث اطعمه، اللي هو طول ما انت بتاكل ما تبقاش عارف انت اكلت ايه، ولو اكلتهم سوا بتحس انك شربت دواء كح. طيب خلاص، هجيب لك كل حاجه. ممكن بقى نبدا شغلنا؟ يا عم انا ما اعترضتش يا عم، يلا نبدا شغلنا، توكل على الله، احنا جايين ناكل عيش اساسا. طيب يلي رح نحكي فيه. الو. ايه زنزون، ايه جميل، وحشني مصر، وحشتني طشه ملوخيتنا بقول لك ايه، مكالمه شخصيه، خد الناس دي واطلع بره. مش هينفع، احنا ورانا شغل. بقول لك مكالمه شخصيه، خلي عندها لك دم، مشيهم. طيب فيكم تمشوا، تفضلوا. لا انت ما تعتبرش نفسك مميز عنهم قوي، انت عادي تطلع زيك زيهم وتاخد الباب في ايدك. يلا يا حبيبي، يلا يا ساشا، يلا يا بابا، يلا يلا يلا. ساشا، عايز تبقى مميز؟ اطلع من الباب دوت، خد وراك برضه. يلا يلا يا حبيبي، يلا. ايه يا زنزون، ايه يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ شفتني وانا مسيطر؟ كنت بطرد المافيا، اصل انا عقبال امانتك بقيت بيك بوس. وجود فازر عصابة. ده موضوع طويل، اصلا. ده يوري مات، فانا اخدت مكانه وبقى عندي الخاتم اللي هو هنا بيعتبروه زي الصولجان بالظبط، فبقيت انا الجود فازر. هو انت سكران ولا انت بتقول ايه؟ انا مالي ومال الهري ده كله؟ عملت ايه في موضوع اخوك؟ النور الكبير يا حزلقوم. هيكون مين يعني؟ الكبير اللي انت رايح تركيا مخصوص عشان تجيبه. حزلقوم، الموضوع مش هزار، هديه اتجننت خلاص. بتكلمني من بيت ابوها يمكن 100 مره في اليوم، وساعات بتكلمني على اساس ان انا الكبير. انا بدات اخاف يا عم انت. ما هو الراجل اللي انا جيت قصدته هنا في تركيا عشان هو اللي يدلنا على موضوع اخويا ده، الراجل اللي مسيطر زعيم المافيا، هو ده يوري صاحبي. اول ما جيت هنا حد ظرفاله في ظهره فمات، اتلقيت انا بقى في دفنته. بس تعرف يا جنجون، خرجته كانت جميله، ربنا يا حبيبي يكتب لك دفنه زيها. كان وشه منور وضحكته من الودن دي للودن دي، واول ما حطيناها على الخشبه جريت لوحدها والله، ما عرفناش نلحقها. وجيت ادور على قرص عشان اوزعها على روحه، ما لقيتش، فوزعت مولته. ربنا ياخدك، تصدق بالله بدعي عليك، ربنا ياخدك يا ابني. انت متخلف، انت مش هترتاح لما تجيب لي الجلطه. حرام عليك، حرام عليك، ركز يا حزلقوم. يا عم بتزعلني ليه يا عم؟ هو كل حاجه قفش كده، في ايه يا جنجون؟ ما اعرفش افضفض معاك بكلمتين يا اخي. بقول لك ايه، تهب وتغطس وتكلمني وتديني اخبار مفيده. ماشي يا عم، اول ما اوصل لحاجه هقول لك. ماشي يا عم، متشكرين يا عم. السلام عليكم. شيء جميل انك تبقى جود فازر. نهار اسود. دير بالك،
عجل ورانا شغل كثير اليوم. ايه هاتها لهون هاتها لهون. لك خلص بسرعة. لك لهون يا زلمة عم اقول لك. إذا بتتذكر هذا هو الزلمة اللي حكيت لك عنه، بده يشتغل بس ما معه أوراق تثبت شخصيته. ولا يهمك، طالما من طرف الست نارفين. الست نارفين أفضلها دائما كانت بتطمرنا، ويلي بتأمر فيه بيصير. خلص فينه يبلش شغل. مهند مبروك، سيد دلجان وافق وراح تبلش اليوم. مبروك انقبلت. اوكي لك ايه؟ اخذت شغلانه؟ يا انت كريم يا رب. بتشك ان شاء الله ان شاء الله ما حنقصروش رقبتك واصل. رقبتك لو شرط طويله ان شاء الله. بيركان تعال عندي. لك شو بدك؟ ايش وما في غير بيركان هون؟ خود هذا الشاب معك، راح يبلش شغل معنا اليوم. لأنه ناقصين بلاوي نحن. اي يلا خلصني تعال. لك تعال ولا بدك عزيمة؟ هو بيعمل كده ليه هو؟ شوح ليه؟ يلا مهند روح معه منشان تبلش شغل. خلصنا، شو رح نضل واقفين طول النهار؟ شو هاد؟ العمك؟ شوح لكلب بلدي دي ولا ايه؟ هادي. شوف يا اخينا بالاخر كده انا جاي اكل عيش ومعوش اعمل مشاكل، حطني في النار ابقى في النار. يا علي الحلال ما عم بفهم عليك ولا كلمة. يلا 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 يا حلو دخيله انا. يبي انه ابقى مرار طافح ده. على عريشك. هات حقك. استنى، وهدول كمان. امسك. بيج ذيس بيج. لا مو كتير، انت بتستاهل. كتر خيرك. كتر خيرك. الحمورية دي يا عمتي ما تفتح. اللهم اخزيك يا شيطان. مبسوط مني قوي وبيقول لي اني ابقى من اهم الملاكمين في تركيا والشرق الاوسط كلته. انت بتكذب يا مهند. ايه ده؟ وانا باين على قوي اني بكذب؟
قوي بصراحه، بس دي من الحاجات اللي عجباني فيك. انا بكذب؟ كيف غنوة امينيم بتاعت اي لاف ذا واي يو لاي؟ لا طبعا، انك شفاف. شفاف كيف يا بت؟ انت شايفه حاجه من تحت الهدوم ولا ايه؟ لا مش قصدي ان روحك شفافه، باين للناس كده بكل مميزاتك وعيوبك، انسان حقيقي يعني مش فيك. والله يا اخي شناف الموضوع ده ما جاش من فراغ، يعني دي نتيجه شغل وتعب وسهر انت بتهزي يا مهند وبتقول اي كلام على فكره. اذا كان كده ابقى شفاف حقيقي. طب بقول لك ايه، ما تاجي اعجبك على مود كل. اوكي وانا موافقه. لو سمحت بدنا كيسين بوشار الها والي. بس انا لفت نظري في كلامك حاجه مهمه جدا. ايه؟ انت بتقول ان الراجل ده بياكد انك مصري. اتفضل. طب ما ده خط مهم ممكن نمشي وراه، يعني انت ممكن تروح السفاره المصريه وتسال يمكن نوصل لحاجه. والله العظيم فكره تاهت عليها كيف دي يا بنت اللذينه. اهلا وسهلا اهلا، دي فرصه سعيده قوي. بس على فكره انا مش عارف ايه الموضوع، انا مش فاهم ايه المشكله بالظبط. وايه اللي انت مش فاهمه؟ واحنا بنقول لك فوازير، ما الكلام شارح نفسه. ها مهند عصبيه مش كويس عسانك، اهدي مهند. أنا هادي. شوف يا خضرت، الراجل دي حصل له حادثة. يا ساتر يا رب. فقد ذاكرة، ومن لغته معايا اكتشفت انه مصري، فجينا السفارة مصرية. مش هنا برضه سفارة مصرية ولا أنا مش سفارة مصرية؟ عندك حق، هنا السفارة المصرية وإحنا بقى السفارة المصرية. فكرك كده المفروض نعمل إيه؟ واحد مصري تايه في بلاد الغربة، المفروض يروح فين يعني؟ تكة؟ مهند كلا رستي، اهدي. عصبية مش كويسة سنك، احنا اتفقنا. انت صح. شوف يا خضرت، الراجل دي حصلت له حادثة. يا ساتر يا رب. تاني؟ ماشي. فقد ذاكرة، وهو مش عنده أي أوراق ولا مستندات، فإحنا المفروض نروح فين؟ كنتاكي؟ حلو. لا بابا دبلس ما يصحش عاد. على بركة الله أنا موافق. موافق عليه يا راجل أنت، وإحنا طلبنا حاجة. مش طلبته كنتاكي؟ وتكة عشان يجيب. إحنا طلبنا. لا 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 لا، هتفرط مننا عشان خاطري، عشان خاطري اهدوا. اتفضل حل المشكلة. خلاص ما تقلقش، أنت تسيب لي بياناتك في ورقة بيضة، اسمك وسنك وعنوانك في مصر، وصدقني هنتصل بيك على طول أول ما نعرف أي حاجة. بياناتي ايه اللي انت عايزها؟ بقول لك معيش حاجه من اساسه، وانا فاقد الذاكره عشان متنيل عامل حادثه. يا ساتر يا رب. مهند كلا رستي. ايه كلا رستي اللي عم تقولها لي دي؟ يعني اهدي باليوناني. انا هادي. اهدي شويه. شوف يا خضرت، الراجل دي عمل حادثه. يا ساتر يا رب. فقد ذاكرة، فهو مش معاه أوراق ولا بيانات عشان نجيب مستندات. اوه سوري، I am forget it. أنا فعلا نسيت موضوع فقدان الذاكرة ده. هو أساسا فاقد الذاكرة. بقول لك إيه، ابقى سيب بياناتك. حاضر. يلا بينا الغربة هنا. استنوا يا جماعة استنوا، رايحين فين؟ الحاجات لسه ما جاتش. جات ايه اللي جاي؟ كنتاكي والتكة اللي طلبناها. خلاص استهدى. انت تسيب لي بس صورة باسبورك صورة باسبور ايه؟ الراجل مخرف انت، مستفز انت. بابا انت دوبلس. اتجننت ولا ايه؟ بابا دوبلس. بكالوستو. كالاروستي يعني اهدي، بكالوستي دي يعني ماسة صغير. لا مؤاخذة أنا لسه جديد في لا ركز. إيه هي؟ كالاروستي. قول وراي كالاروستي. الراجل مستفز قوي الحقيقة. مش عارف هو سرخانة ومعانا ولا مع الأسف ولا إيه؟ معلش أنا هجيبها لك بطريقة بنت بلدك ده. اسمع يا ريس،
تأمرني. اسمعني زين. أمرني. دلوك أنا راجل مصري وفاقد الذاكرة. ليه؟ عشان عملت حادثة. يا ساتر يا رب. هي نفس الحادثة. هي نفس الحادثة. هي نفس الحادثة. حادثة واحدة. هي مالها ملطشة معاك كده يا ابني؟ خلاص. فاقد الذاكرة، معيش أي ورق، معيش أي حاجة. أنتوا هتساعدوني ولا أروح أغور في داهية؟ هنشوف. أوكي، أنا كده فعلا قربت أفهم. يعني أنت دلوقتي عايز تعمل بدل فاقد للذاكرة اللي أنت فقدتها. بس يا سيدي تجيب لي صورة 6 في 9 خلفية بيضاء، واحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نجيب لك العربية. عربية ايه؟ اللي عملت الحادثة. يا ساتر يا رب، بقول لك معيش صورة. طيب خلاص. دقيقة احنا ننزل تحت ناخد صورة من أي مصورات ونرجعوا تاني. ايه صورة ايه ترجعوا تاني؟ انت لسه هترجعوا تاني؟ هو فرح يا حبيبي؟ استنى عندك. بليز. ايوه. تيس. مين؟ ابتسم، انت هنا. انت تعملي ايه مجنونه انت؟ اخد عدد واخد صورة عسل. واخد مني اني؟ يا خدسه هنا. يا ساتر يا رب. اضحك. ابتسامة حلوة كده. ضحكة مصطنعة. اي حلوة دي. دقيقة ناخد واحدة تانية بس تكون يعني كأني مش واخد بالي. اوكي. طبيعية. تيس. جميلة قوي الصورة دي فعلا. عشان طبيعية. حلوة جميلة طالعة فعلا جميلة. وفي زرع في الخلفية وشغل. قوي. على فكرة أنا هاخد الصورة دي وأعمل لك بيها تنويه، هحاول أنزله في القناة الثالثة المصرية عشان متشافة قوي على فكرة، وإن شاء الله ربنا هيكرمها ويسترها معانا ومعاكم، ما تقلقوش. يا رب. ده على فكرة الصور اللي عندي في صورة واحد شبهك بالظبط. جت منين الصورة دي؟ مرحبا يا عمو يا حبيبي. مين انت؟ انا حزلقوم جاي اقابل ساشا. مو انت ابن ساشا؟ خد هدول الوردات. فوت عمو فوت. خلصني. ابنك الادب يا صحيح ابن راجل سفاح. يا الله. انت عبيط ياض. ليك انا اسمي حزلقوم. تاخد الوردات؟ بدي دخان. لساتك صغير على هيك بلاوي. شو دخان وما دخان؟ ولا جحش انت ابنه لساشا؟ باينتك اجدب على الاخر. لو امك جابت ذكر بط كان احسن. هاللعبة كلها قتل ولا برميل. كيف اهلك بيسمحوا لك تلعب هيك العاب؟ جرب العب سوبر ماريو او تتريس. تعرف تتريس؟ الله ياخدك. مين هالاجدب اللي قاعد معكن؟ قديشك كيوت حبيبي. بتاخد هدول الوردات؟ لا خليه لامك. ده انتوا عيلة بنت كلب زبالة. يا مفعوس وين الكوكايين؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ عم اسألك جاوبني. كوكايين ايه؟ قلت لك ما بعرف. ولا بلس. اخواتك عم يتخانقوا. ولا مفعوس. قلت لك ما بعرف. شوف امك يمكن حطته بالخزانة. قلي وين الكوكايين ولا احسن لك. عم اقول لك جاوبني احسن ما دميك. يلا قلي. قوم يا حيوان اعمل شيء. بدك تدمي مين؟ انت مفكر الخنجر اللي معك رح يخوفني؟ صدقني بعملها. يلا جاوبني. ايه اذا زلمة اعملها. ايه خد هاي. يا بابايا يا حبيبي يا خالتي. بعدين معك انت وهو كل يوم هيك؟ بدكم تتخانقوا؟ قلت لكم تخانقوا بس بلا ضجة. نازلت لكم. انت منيح؟ وبعدين معكم؟ ما رح نخلص؟
والله ما دخلني، هو عم يسرق لي الكوكايين. ما بدي اسمع ولا حرف. يلا ع غرفتكن. يلا يا كلاب. يا حواش. أنا آسفة كتير سيد حزلقوم. سيد حزلقوم صح؟ ايه أنا مستر زفت. وأنتي مين؟ أنا ديناميس مرت ساشا. أوه بس كيف تاركين هالعصابة هيك من غير ما تطلبوا لنا الشرطة؟ ما فيني، هدول بيضلوا ولادي، ما بقدر أطلب لهم الشرطة. هدول أولادك؟ إيه باين صغيرة. إيه بصراحة جد؟ لأنه مو ظابطة يكون عندك أولاد واحد منهم مثل كلب البحر. طيب قلي قديش بتعطيني عمر؟ بصراحة الأحسن لا بعطيكي ولا بتعطيني، لأنه هيك بتورطيني، والمشكلة إنه لازم نظف البنطلون تبعي. الولاد اللي عملوا هيك؟ ايه. تعال معي رح ساوي لك يا. تفضل لو سمحت. يلا يلا شلاح مشان ننظف لك اياه. ايه بس انا يعني تفضل نطفوا لحالي. لا انت شلاح واعطيني اياه، رح ننظف لك اياه احسن ما ياخذ منك كتير وقت. ايه بس انا ما فيني اقعد وقت طويل هيك بالبوكسر، بس باخذ برد. خلص حجيب لك شي تلبسه. شلاح ولا تعذبني معك. شوفي اسمعيني منيح، انا بعرف انك مزوقة وبعرف انه نيتك طيبة وبدك تساعديني، بس المشكلة انه انا شايف هذا المنظر ب100 فيلم عربي قبل هيك. دايما اول ما الزلمه بيشلح البنطلون تبعه الزوج بيطب عليهم وبيفهمهم غلط. بعرف مشان هيك عم قلك شلاح قبل ما يجي. يلا شلاح انا رح ساعدك. يلا لا تعذبني. يلا شو هذا؟ طب والله العظيم عيالك هم اللي عملوا كده. بص عصوا البنطلون دم، والحاجه دي ربنا يبارك لها ويسترها بجد والله العظيم. ست بيت عيله ربنا يبارك لك فيها، جت عشان تنضف لي البنطلون والله، وانا قلت لها لا. سيد حزلقوم انا بعتذر لك جدا على الموقف ده. ايه ده انت صدقت وش؟ طبعا انا مصدقك. هو مش ده اللي حصل؟ والله العظيم ده اللي حصل والله، والنعمه دي على عينيا. بلاش النعمه، والنعمه دي على عينيا يا شيخ، والله العظيم هو ده اللي حصل. سيد حزلقوم ارجو ان انت ما تكونش زعلان خالص. بص انا مش زعلان. انت مش زعلان؟ لا خالص ابدا، انا مش زعلان من اي حاجه ولا شايل حاجه من جوه. لا ابدا، لا يوجد اي شيء. ديناميس خلصي تنظيف البنطلون براحتك وانا بنتظركم برا. ماشي. سيد حزلقوم البيت بيتك. طيب اريال فانيش. اريال ولا فانيش؟ فانيش. طيب خلينا نبلش بغسل البنطلون. يلا شلاح.